ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ النهارده هنبدأ سلسلة فيديوهات الاكلات سريعة وحلوة قوي. نعملها في الحر الفظيع اللي احنا فيه ده، او نعملها في المصايف لانها سريعة وحلوة في نفس الوقت. اول حاجة هنبدأ النهارده هي السجق الشرقي. وصفة من وصفات اكلات الشارع اللي احنا بنحبها وبنموت فيها. سهلة وحلوة وبسيطة ومكوناتها سهلة جدا. أول حاجة معانا طماطم وفلفل وتوم وهريسة شطة، اللي هو الفلفل الأحمر المضروب أو أنا بطحنه في الكبة يعني. ومعانا ملح وكزبرة وكمون. بناخد كل المكونات دي ونضربها في الكبة كويس، نحط الخضار كله مع بعضه. انا تقريبا حاطه طماطمية وممكن فلفلتين، شوية توم حلوين يعني، 10 فصوص توم، معلقة هريسة شطة صغيرة. طبعا دي حسب الرغبة، كل واحد بيحب الشطة قد ايه او ما بيحبهاش خالص، دي اختياري. بضربهم في الكبة كويس. بعد كده بجيب سجق متقطع، بجيب طاسة سخنة على النار، وبحط السجق طبعا من غير اي دهون، لان السجق اصلا بيبقى مليان دهون. بشوحه كويس جدا. وبعدين بعد كده بجيب تاني طماطم وبصل وفلفل متقطعين قطع صغيرة. بجيب مثلا بصلتين وطماطمتين وفلفلتين. وبعد ما بشوح السجق كويس بضيف عليها كل الخضار ده، وبشوحه كويس فيه، بقلبه كويس جدا. بعد كده بجيب الخلطة السحرية اللي بتقلب طعم الطريقة كلها أو الوصفة كلها. بجيب الخلطة، بحط منها معلقتين 3 4 كبار. كل واحد حسب هو بيحب طعم الثوم والحاجات دي مع السجق قد ايه، بس انا بحب الطعم الحاجة دي قوية فانا بزود. وبقلبها وبسيبها تشرب من الصوص ده شوية على النار. بعد كده بطفي. بعد كده بجيب سلطة الطحينة بتاعة السجق عشان نحطها معاها في الساندوتشات. طبعا بتغير طعم الساندوتش وبتخليها طعمه تحفة فظيع. بجيب الطحينة وبجيب معاها زبدية وبقلبهم بخففها بمية، وبحط التوابل بتاعتي: ملح وفلفل وكمون وكزبرة ورشة شطة صغيرة. وبجيب بقى معلقة صغيرة من الخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها للسجق دي. على فكرة الخلطة دي هنحتاجها كتير قوي في وصفات جاية، هتلاقوها معايا في وصفات كتير، ما تستغربوش، بس هي فعلا وصفة سحرية يعني. بتقلب طعم اي وصفة بتدخل فيها. بس بنحط معلقة منها على سلطة الطحينة، وهتدوقوا احلى سلطة طحينة في التاريخ، حلوة جدا. وبعد كده بنعمل سندوتشات. عايزة اقول لكم بجد مفيش حد هيجرب يدوق السندوتشات دي او طريقة السجق دي غير لما يسألكوا عن طريقتها. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وهستناكوا تعملوا لايك للفيديوهات عشان يوصل لكم الفيديوهات بتاعتي التانية ان شاء الله، ويعملوا سبسكرايب للقناة.